بعد استشهاد عدد كبير من الصحابة يوم معركة أحد، وبعد المصاب الذي أصاب المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. فنزل قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. بعد هذه الكلمات تجددت عزيمة المؤمنين، وارتفعت أصواتهم بالدعاء للثبات، مؤكدين على إيمانهم بأن النصر مع الصبر وأن الله معهم دائما. مع كل لحظة تمر كان الإيمان يتزايد في قلوبهم، وكانت الدعوات تتصاعد إلى السماء، وازداد الحماس لمواصلة الدفاع عن دينهم وأرضهم. في خضم المعركة كان الأمل يتجلى في عيونهم، فكل واحد منهم كان يحمل شجاعة الأسلاف وإيمانا بأن النصر قريب رغم كل التحديات اللي واجهوها. بينما كانت المعركة تشتعل كانت الأصوات تتعالى بالتكبير، وكان كل مقاتل يتذكر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ليجد في نفسه القوة لمواجهة الأعداء.